ولا كلمه. واصعب اختبار للخلاط انه يفرم المج البورسلين اللي صناعته تايواني، يعني مش ورق ولا حاجه. يلا نفتح اجدد واقوى خلاط من شركه زادا ونشوف شكله عامل ازاي. بسم الله. جاي متقفل تقفيل مش ممكن. بسم الله ما شاء الله. وده اجدد خلاط هتشوفوه معايا، خلاط زادا الجديد بموتور نحاس بيفرم الازاز والتلج وبيعمل حاجات كتير جدا، اسمه الخلاط المحترف. تعالوا نفتح كده ونشوف شكله عامل ازاي. اول ما تفتحوا الكرتونه هتلاقوا على طول دليل المستخدم، بتقفل كده كل قطعه في كرتونه لوحدها. ده اكيد الدرق اللي ضد الكسر، ده درق المطحنه برضو، ده موتور الخلاط. تعالوا نفتح كده بسم الله. واو زي ما حضراتكم شايفين. وده بقى موتور خلاط زادا اللي بيجي بقوه 1800 واط، قوي جدا. وكمان الموتور بتاعه من جوه نحاس، التقفيل بتاعه كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله. شايفين جمال الخلاط؟ بجد شكله حلو جدا. والقاعده بتاعته من تحت في 4 قواعد جلد كده علشان يثبتوا الخلاط كويس وانتوا بتفرموا فيه، لان انتوا هتستغنوا عن اي حاجه تانية، هتفرموا فيه كل حاجه. متعدد السرعات كمان، في سرعات كتير زي ما حضرتك شايفه كده، غير كمان سرعه النبض دي اللي لو عاوزين نعمل العصاير اللي بتكون قطع زي المانجا القطع هيعملها لك في ثواني. القاعده الجلد دي كمان بتتفك علشان ننضفه كويس. زي ما انتم شايفين خامتها قويه جدا، سهله الفك والتركيب. هنشوف كل التفاصيل دي مع خلاط زادا، بس تعالوا الاول نشوف بقى الدرق اللي ضد الكسر ونشوف هل هو فعلا ضد الكسر ولا لا. دي الايد اللي بتيجي معاه كمان علشان لو في اي حاجه جوه. كل جزء جاي متقفل لوحده، حتى القطع دي جايه متقفله كمان في كيس. شايفين الجوده؟ تفاصيل، مفيش اي خدوش ولا في اي كلام. والقطعه دي كمان سهله الفك والتركيب، ده غير الاطارين الجلد اللي بيكونوا جايين حوالين غطا شفشق الخلاط علشان يقفل باحكام. شفشق معياري موجود فيه المقاسات بالملي وباللتر وكمان بالكوبايات علشان يسهل عليكي شغل المطبخ. تعالوا بقى شوفوا شكل الترس الستانلس. شايفين شكله يخض، قوي جدا جدا. والسكاكين بتاعته من جوه شكلها عامل ازاي. كل التفاصيل دي لازم اوريها لحضرتك علشان ما تشتريش اي حاجه وخلاص. مهما تعملي مهما يقع منك ضد الكسر. يعني لو جبنا الكيتشن هامر وخبطنا عليه مش هيحصل له اي حاجه، انسي. اهو بصوا كده، ما تخافيش عليه خالص. علشان ما تفكروش ان انا خبطت بالراحه، هخبط عليه جامد. شايفين؟ ولا كلمه، ولا حتى اتاثر يا جماعه. مفيش اي خدش ولا في اي كلام. وقع منك بقى علشان ملبوخه وانت في المطبخ، انسي الكلام ده خالص. بذمتكم في جوده كده هتاخدي قيمه مقابل سعر. بجد خلاط زادا تحفه. ده بقى جزء المطحنه، الغطا زي ما انتم شايفين غطا بلاستيك، ده كمان ضد الكسر وتقدري تطحني فيه كل حاجه، بيطحن اي حاجه قدامه. شايفين التروس بتاعته برده من الاستانلس القوي، كل التقفيل والتفاصيل قدام حضرتك. ما شاء الله. ولا اي كلام يا جماعه. طبعا خلاط زادا بيفرم الازاز والتلج والحاجات دي بالنسبه له سهله اصلا. احنا النهارده هنعمل تجربه عمليه، هنفرم فيه مج بورسلين. يلا بينا. واصعب اختبار للخلاط انه يفرم المج البورسلين اللي صناعته تايواني، يعني مش ورق ولا حاجه. هنكسر بس ايد المج علشان مش داخل جوه شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين اهو. فين كده كسرتها، وهنزل في شفشق الخلاط. يعني ربنا يستر. ايه الكلام ده؟ ده فرم المج. بصوا احنا مش هنفتح عليها دلوقتي خالص، هنسيبه لحد ما الدخان ده ينزل تحت ونفتح عليه. في اقل من ثواني فرم مج البورسلين. تحدي اي خلاط يقدر يعمل كده. اوه شايفين يا جماعه؟ زي ما حضراتكم شايفين ما حصلوش اي كلام. وده المج البورسلين بقى عباره عن تراب، ولو كنت عايز افرمه اكتر من كده كمان كان هيتفرم معايا. غسلت شفشق الخلاط مفيش فيه اي كسر زي ما حضراتكم شايفين. اي نعم فيه شويه خدوش، بس طبعا احنا مش هنفرم فيه بورسلين يعني. بس انا عملت كده قدام حضراتكم علشان اثبت لكم ان ده ضد الكسر. وكمان ده قوي جدا، والمطحنه دي كمان قويه جدا، تقدري تفرمي فيها وتطحني كل التوابل اللي انت عاوزاها. لو عاوزين تعرفوا تفاصيل اكتر وازاي تشتروا خلاط زادا الجديد اللي تروسه من الاستانلس مش الحديد، هسيب لكم لينك صفحه سوق المطبخ في اول تعليق. هي دي الصفحه الرسميه الوحيده لبيع منتج خلاط زادا الجديد. كل اللي هيعمل شير ومنشن 5 من اصحابه هختار منهم واحد هيكسب خلاط زادا الجديد ده. يلا مستنيين ايه علشان تكسبوا الخلاط؟ اعملوا منشن لاصحابكم. شكرا لكم على وقتكم ومشاهدتكم. وفي النهايه لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اعرض لكم منتجات قويه كتير. تحياتي ليكم.